السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة مع عبقري كرة. الفيفا أعلنت إيقاف قيد جديد لنادي الزمالك. نادي الزمالك إيقاف قيد جديد. فريق عمر فرج سابقا السويدي أعلن إيقاف قيد جديد لنادي الزمالك. إيقاف قيد ويا ريت إيقاف قيد ده 3 فترات، بدل يبقى إيقاف قيد تأديبي و3 فترات للزمالك. يعني الزمالك مش هيجيب أي صفقة، مش هيحصل على توقيع أي صفقة. الزمالك هيلعب الموسم الجديد دون أي صفقة. في يناير برضه الجاي دون اي صفقه، وفي 6 اللي بعده، لان 3 فترات. ماشي. الزمالك والرخصه الافريقيه، احنا قلنا خلاص الزمالك هيحصل على الرخصه الافريقيه على حساب هشام نصر، ربنا يديله العافيه والصحه بسبب الوعكه الصحيه. طب الزمالك هيحصل على الرخصه الافريقيه ومع نفي الكسندريا الاوكراني فريق اخوان الفينا بليره، نفى ان الزمالك اتفق معا على جدول المستحقات ورفض هذا الطلب. والكسندريا الاوكراني رفض ان الزمالك يجدول المستحقات ولا اي دفعه لنا في دفع فلوس ليحصل على الرخصه الافريقيه ونفتح له ايقاف القيد ونفك ايقاف القيد. نفى الكسندريا وجدل الرخصه الافريقيه. يعني الرخصه الافريقيه معاك الزمالك، الرخصه الافريقيه ياخدها الزمالك مش هياخدها لحد دلوقتي. الزمالك ما حلش اي ازمه من الازمات غير بتاعت عبد الحميد معين وكمان ازمه ابراهيم نضاي اللي عنده عقده عند الزمالك عقده بسبب ازمه ابراهيم نضاي. والزمالك رسميا خلاص اتخذ خطوه جاده نحو جدوله مستحقات ابراهيم نضاي، واول دفعه هيديها لابراهيم نضاي عشان ابراهيم نضاي يفك العقده دي. ان الزمالك عمال يتكلم على جدول المستحقات وابراهيم نضاي رافض جدولة المستحقات. ابراهيم نضاي رافض جدولة المستحقات لدى الزمالك، وكمان وكيله رافض جدولة المستحقات. الزمالك في ورطة. الزمالك لا فلوس لا صفقات لا اعداد لا مدربين. الزمالك حالته متدهوره جدا في وكمان بالمناسبه شركه الكره حسين لبيب صرح ان لا يوجد اي حاجه بتتقال من قبل الاعلام ولا من قبل السوشيال ميديا ولا من قبل اي كلام. الزمالك هيعمل شركه كره وما رفضش الفكره. رفض مين اللي رفض هذه الفكره؟ جون ادوارد رفض فكره شركه الكره. جون ادوارد برضه ما رفضش شركه الكره في الزمالك. شركه الكره مستمره هتتعامل في الزمالك وما فيش رفض ولا ما تمش رفض هذا الفكره. فكره شركه الكره هتتعامل في الزمالك. طب انقاذ الموسم للزمالك، هو المدرب. الزمالك اعلن رحيل معتمد جمال والمدرب فوق درازوفيتش الصربي. هل يجي الزمالك؟ ما يجيش الزمالك. ولا مواطنه ستوفوكوفيتش يجي الزمالك وما يجيش ولا ما يجيش الزمالك. المدربين لحد دلوقتي ما يجيش الزمالك. الزمالك ما عملش فتره الاعداد. الاهلي عمل في اسبانيا وبيراميدز عمل في تركيا. الزمالك الوحيد ما عملش. الزمالك دخل طاوله ابطال افريقيا. الزمالك يلعب في الدوري المصري دون اعداد لحد دلوقتي. طب الزمالك وازمه، احنا قلنا خلاص، وازمه عمر فرج والسويدي والكسندريا الاوكراني ولحد دلوقتي الرخصه الافريقيه بنيا لا تتاخد لا ما تتاخدش، لا يحصل على الزمالك لا ما يحصلش. طب والزمالك مهله جون ادوارد. جون ادوارد اعطى مهله للزمالك 15 يوم للازمه الماليه الطاحنه اللي عند الزمالك. اعطاهم مهله 15 يوم ليحلوا الازمه الماليه للعيبه الزمالك، لان جون ادوارد عاوز يريح لعيبه الزمالك، عاوز يخلي كل نجم من لعيبه الزمالك وكل لاعب في صفوف نادي الزمالك يحصل على مستحقاته. جون ادوارد رافض رحيل اي لاعب من الزمالك. حتى الافريقي التونسي بعت عرض لنادي الزمالك وسيف الدين جزيره رفض هذا العرض. جون ادوارد قرر خلاص الزمالك ياخد 15 يوم مهله لحل الازمه الماليه لان لعيبه الزمالك عاوزين يحصلوا على مستحقاتهم، معهم زوجات ومعهم عيال ومعهم مصاريف. يعني الزمالك لحد دلوقتي في ورطه بسبب المستحقات لعيبه الزمالك ومستحقات الاداريين اللي في الزمالك. والزمالك خلاص هيقترب من اعلان عمل شركه الكره قريبا. اتصل باحمد حسن ميدو، فتح خط مفاوضات مع احمد حسن ميدو اللي يبقى عضو في شركه الكره ورفض. ما رفضش احمد حسن ميدو، احمد حسن ميدو مرحب تماما. بس الزمالك اللي ما واخدش خطوه جاده لان الزمالك معهوش فلوس. الخزينه فاضيه بتاعت الزمالك، رسميا الزمالك لا يوجد فلوس في خزنته. والزمالك بيعافر هنا وهنا عشان يجيب فلوس ويوفر السيوله الماليه، رغم جون ادوارد نافي ان الزمالك ياخذ خطوه نحو المدرب ولا نحو شركه الكره الا ما لاعيبه الزمالك تحصل على جميع مستحقاتها، لانه يلعبوا في الموسم الجديد موسم قوي جدا واللاعيبه تبقى فايقه. لما بتاخد فلوسها اللاعيبه
تعمل بقى قصارى في جهدها للحصول على الدوري مثل السنه اللي عدت لما حصل على الدوري، لان جون ادوارد وفر لهم فلوس من تحت الارض وحصلوا على الدوري دون اي صفقات برضه. يعني جون ادوارد عنده الاولويه، جون ادوارد عنده الاولويه، جميع لعيبه الزمالك يحصلوا على مستحقاتهم فقط لا غير. طب حمزه عبد الكريم، حمزه عبد الكريم نجم برشلونه الصاعد الواعد اللي تالق مع مصر في كاس العالم، وحسام حسن استدعاه لكاس العالم، ولاعب صغير شاب عنده 18 سنه كسر الدنيا مع هيكسر الدنيا مع برشلونه، ولعب تحت انظار واعين هانس فليك امبارح في المباراه الوديه الذي جمعت بين برشلونه واوروبا. فريق من اسبانيا، احد فرق الدرجه الثانيه او الثالثه يعني، لعب حمزه عبد الكريم ويقال انه سجل هدف، ان المباراه ما اتذاعتش اعلاميا ولا سوشيال ميديا ولا ما اتذاعتش، لان هانس فليك متكتم على الفرقه مثل ما اتكتم على الفرقه حسين عموده، والاهلي كسب النصر 5-1 وما نعرفش كمان 6-1 ولا ايه. هناك برشلونه حصل كذلك الامر، وكمان حمزه عبد الكريم بيقولوا انه سجل هدف، وفي ناس بتقول لا حمزه عبد الكريم ما سجلش، ده اللي سجل الهدف الثاني اللي قال هن حمزه عبد الكريم، اللي سجله هو فيكتور فورت اللي سجل هدف برشلونه الثاني مش حمزه عبد الكريم. ايا كان يعني حمزه عبد الكريم لاعب كبير، لاعب صاعد واحد يدغدغ الدنيا بافضل مهاجم في العالم ان شاء الله، مهاجم الاهلي مش قرب مصر. محمد صلاح وبكشتاش التركي، محمد صلاح وبكشتاش التركي، جمهور بكشتاش التركي عنده امل كبير ان محمد صلاح ينتقل اليها ويلعب في فريقها موسم واحد، ده شرف لاي نادي يعني. محمد صلاح لاعب كبير. محمد صلاح وكيله طلع وصرح لا يوجد اي مفاوضات من الدوري السعودي ولا الدوري الايطالي ولا الدوري الخليجي، يبقى هو خلاص رايح تركيا. محمد صلاح يقترب من الانتقال الى بكشتاش التركي، بس بشرط ان الفلوس بتاعت محمد صلاح رافض ان المبلغ المالي يبقى عالي، المهم يلعب في فريق كبير. طب بكشتاش التركي فريق كبير ده خد الثالث تركي او يدخل دوري ابطال اوروبا. محمد صلاح رفض الانتقال للدوري السعودي مش عشان اي حاجه يعني، على الدوري السعودي طبعا دوري كبير جدا عالميا برضه متصنف عالميا، ومحمد صلاح ما هموش الفلوس، محمد صلاح همه يلعب ويدغدغ الدنيا ويجيب اجوان اكتر ويستفاد اكتر ويعمل لياقه بدنيه ويعمل فتره اعداد اكتر مع الفريق اللي يروح له ويندمج مع الفريق ويكسر الدنيا ان شاء الله. محمد صلاح فريق لاعب كبير جدا. طب ماشي، الاهلي والصفقات. الاهلي بعد ما تعاقد مع نصر بكرار اللي خلاص هيقترب من الوصول القاهره 28 زي ما قلت من الحلقات السابقه، وسفيان جديد وعلي محمود وقطاع عبد الله تتالق وسجل هدف في النصر الذي فاز الاهلي في المباراه 5-1. الخامس هو حامد لاعب فريق بتروجيت. ادهم حامد هو خامس صفقه للاهلي، يقترب ادهم حامد لاعب فريق بتروجيت على حساب كلام امير هشام على قناه سبورت. صرح وقال ان ادهم حامد نجم بتروجيت قريب من انتقال الاهلي، ومحمد مخلوف مسمار خط الوسط لاعب المصري البورسعيدي يقترب من الاهلي كمان. يعني الاهلي ما ناويش يجيبها البر، الاهلي عاوز يعمل فتره اعداد كويسه جدا وصفقات كويسه مع حسين عموده مدير فني جديد يكسر الدنيا في الموسم الجديد، لان الاهلي طلع بموسم كارثي السنه اللي عدت، ما عاوز يكرر هذا الماساه ثاني. الاهلي عاوز يخش دوري ابطال افريقيا دون اي معوقات في الموسم الجديد، الموسم اللي جاي يعني. الموسم ده الاتحاد الافريقي يقترب من اعلان الاهلي، يقترب من اعلان زياده عدد مقاعد دوري ابطال افريقيا والاهلي هيخش. طيب اتحاد الكره والاجتماع، النهارده اتحاد الكره بالمناسبه هيجتمع وعنده 4 قرارات واقتراحات على الطاوله، 4 قرارات هيتقال النهارده على في اتحاد الكره. اول حاجه تجديد للتوأم حسام وابراهيم حسن مع منتخب مصر الفراعنه ل 2030، واعتماد او مفاوضه محتمي الجمال للانتقال والانضمام لمعسكر المنتخب الاولمبي، اللي يعمل معسكر جيد جدا مع المنتخب الاولمبي ويدرب المنتخب الاولمبي. هل معتمد جمال يوافق على تدريب المنتخب الاولمبي؟ شرف لاي حد يدرب المنتخب الاولمبي. المنتخب الاولمبي الذي كان بيدرب المدرب روجيلي ميكالي المدرب البرازيلي، رحل روجيلي ميكالي ويقترب معتمد جمال من قياده المنتخب الاولمبي يعني. وكمان يحدد الجرعه ان شاء الله اليوم لبروماجندا، يعني بروماجندا بسبب ان الدوري المصري الجديد طبعا دوري هيبقى ممتع جدا زي الدوري السنه اللي عدت، بس الدوري الجديد ان شاء الله يبقى
ممتاز جدا بسبب الاهلي والصفقات، بسبب بيراميدز والاعداد الجيد في تركيا، وجاب الصفقات ديت العسقلاني ومطروح عليها المهاجم بدل من رحيل مايلي، معروض عليها مهاجم صن داونز بيتر شالوليني لتعويض رحيل فيستون مايلي المهاجم الكونغولي الممتع جدا الذي تالق وكسر الدنيا في الدوري المصري. طب ماشي، الزمالك قلنا احنا وازمه المستحقات والكوارث في الزمالك بسبب الازمه الماليه الطاحنه. هل في خبر يسعد في الزمالك؟ لا يوجد اخبار تسعد في الزمالك. الخبر الوحيد اللي يسعد في الزمالك هو ان نجوم الفريق بخير. يعني محمود بن تايك لاعب متالق جدا وتالق في الموسم اللي عدى، محمد شحاته لاعب ممتاز جدا، محمد اسماعيل يعني عنده